صلاح الحمد لله التليفون اتصلح. ازيك يا ابراهيم؟ يا كابتن كريم ازيك؟ اخبارك يا ابراهيم؟ الحمد لله كله تمام. يعني كل الناس زعلانه طبعا بسبب اعارتك، الزملكاويه كلهم زعلانين، والفتره اللي فاتت اثبتت ان انت وجودك في الفرقه كان يعني وجود مهم في مكانك، لكن طبعا البعض قال لك لا ابراهيم صلاح، يعني انت جيت دخلت معايا على التليفون لما نادي الزمالك قرر اعارتك او جالك عرض من نادي سموحه، والبعض قال لك ابراهيم صلاح هو اللي عايز يمشي، هو اللي مش عايز يقعد. واحنا ساعتها وضحنا القصه اللي انت كنت متمسك ودخلت قلت لي لا انا مش عايز امشي من نادي الزمالك، لكن ما عنديش فرصه لعب مع احمد حسام ميدو. طبعا هو اذا كان الناس زعلانه ان انا مشيت من الزمالك فانا اكتر واحد كمان زعلان ان انا ما كنتش موجود مع الزمالك. انا امبارح المباراه شغاله كنت حزين جدا ان انا مش موجود مع الفرقه برغم كل الظروف اللي الفرقه فيها، لكن كنت اتمنى ان انا اكون في وسطهم لأن الناس عجبتني والفرقه ده انا الفريق ده فريقي ومع الناس كلها عرفتني مع نادي الزمالك، فالحمد لله على كل شيء. خلاص اعتقد موضوع الإعارة خلاص يعني خلصنا منه، بقى أمر خلاص. أنا بقيت لاعب في نادي سموحة دلوقتي لمدة 6 شهور دول، فأنا بحاول أجتهد وبعمل اللي عليا وبموت نفسي عشان أكون موجود بشكل كويس مع سموحة الأول ومنتخب مصر، وإن شاء الله أرجع الزمالك كمان نكون أحسن من الأول بإذن الله. يعني تحب تقول إيه لجمهور الزمالك برضه يا إبراهيم دلوقتي في الوضع ده؟ وأكيد أنت أكتر واحد زعلان إن الزمالك خسر امبارح، كنت تتمنى إن الزمالك يكسب طبعا أو يكون متواجد في المنافسة، ما يبعدش شوية عن النادي الأهلي. لا انا اعتقد ان الموضوع المنافسه موجود لسه، يعني مش احنا ما بعدناش ولا حاجه، الموضوع كله ماتشين. يعني النادي الاهلي لو تعثر مباراه والثانيه مثلا مع نادي الزمالك الموضوع قريب 7 نقط مش بعيد، واحنا شايفين الفرق كلها دلوقتي بتقاتل في كل الماتشات، والاهلي بيخسر نقط والزمالك بيخسر نقط. انا بس عايز اقول لجمهور الزمالك ان الوقت ده هو اكتر وقت اللعيبه دي محتاجه ان احنا نقف جنبيها. بيمروا بوقت صعب، اجهزه بتتغير واجهزه بترجع. مرينا بالوقت ده السنه اللي فاتت بس بصراحه كنا اكثر تماسك من الوقت الحالي، لكن اللعيبه دي عندها خبرات كبيره ولاعيبه كلها لعيبه رجاله ومحترمه يقدروا يقفوا على رجليهم تاني، ومن بكره او من المباراه الجايه يقدروا يثبتوا للناس انهم لعيبه نادي الزمالك مش محتاجه مدرب ولا محتاجه اي حاجه، كلهم رجاله يقدروا يرجعوا نفسهم للصوره تاني ويمشوا على الطريق المظبوط باذن الله. انا متفائل الفتره الجايه في نادي الزمالك، اعتقد انها هتكون فتره خير كبير، وان شاء الله الفريق يرجع للمنافسه مره ثانيه ويقدروا يلموا الناس وكباتن الفرقه الكابتن شيكابالا والكابتن حازم وعمر وتوفيق. يعني اعتقد الناس دي كلها ومحمد ابراهيم يقدروا يلموا اللعيبه ويقفوا تاني عشان الزمالك وجمهوره يعني اتعودوا على الفرحه الفتره اللي فاتت، اتعودوا ان هم عندهم فريق كبير، فاكيد ان شاء الله الفتره الجايه تكون احسن وخير على الزمالك كله ان شاء الله. تعليقك ايه على الاداء امبارح؟ يعني ممكن ماتشات الزمالك ممكن يلعبها كويس ويخسر، لكن امبارح كان الاداء وحش بخساره يا ابراهيم. ايه الاسباب من وجهه نظرك وانت كنت لسه قريب لعيب في الفريق يعني؟ هو الاسباب اللعيبه كلها والجهاز كل الناس تتحمل الهزيمه. في ناس كتير بدات تضغط على المدافعين ونص الملعب، لا المهاجمين لا. احنا الفريق نادي الزمالك لما بيخسر الفريق كله بيخسر، وكل الناس جوه النادي بتبقى خسرت. اكيد المباراه كان عليهم ضغط كبير، كان المباراه كانت مهمه جدا لنادي الزمالك اكثر من النادي الاهلي عشان يقربوا من المتصدر، وكان لو الزمالك فاز يبقى فرق نقطه واحده، فكان عليهم ضغوط كبيره جدا من المكسب، لكن ما كانوش موفقين. اللعيبه ما فيش حد بيحاول يأثر في الملعب، كل الناس تحاول تموت نفسها عشان تظهر بشكل كويس، لكن هو ده النصيب وهي دي الكوره. ممكن تلعب كويس وتخسر وممكن تلعب وحش وتكسب، يعني الكوره كده معروفه واحنا شفنا فيها كتير. مبروك طبعا النادي الاهلي فاز بالمباراه، هارد لك فريق نادي الزمالك. بس المهم الفتره اللي جايه ان نادي الزمالك خلاص ما نقولش بس نرمي المنديل والموضوع خلص والبطوله الدوري، لا ده لسه الدور الاول بالنسبه للاهلي والزمالك ما خلصش. يعني ما فيش دوري بيخلص من الدور الاول. اعتقد ان المهم هتبقى تقيله قوي على فريق نادي الزمالك من المباراه اللي جايه، يركزوا ان ما فيش نقط يخسروها خلاص، وهم قادرين، لان انا عارف اللعيبه ومعدن اللعيبه اللي موجوده في نادي الزمالك دي رجاله جدا من غير اي مدرب. لو يقدروا، لو هم عايزين ينزلوا يكسبوا الماتشات ان شاء الله اللي جايه هينزلوا يكسبوا الماتشات دي، وانت هتشوف الروح اللي في الفريق ده، لان انا عارف وعشت معاهم بعض المواقف دي قبل كده. يعني انت شايف ان فرق ال7 نقط مش كتير يا ابراهيم؟ الزمالك ممكن يعوض ماتشين يا كابتن، دول ماتشين يعني ماتشين ب6 نقط، فالموضوع انا شايف ان هو وبعدين لسه بدري جدا، يعني لسه النادي الاهلي هيلعب ماتشات
كتير وهيخسر نقط كتير، ونادي الزمالك برضه هيخسر نقط كتير. فانا بالنسبه لي موضوع المنافسه زي ما الناس بتقول الدوري اتحسم ده صعب جدا، ده لسه في مباراه لكل فريق في الدور الاول، فالموضوع لسه بدري جدا. بس اهم حاجه ان نادي الزمالك يعرفوا النقطه دي، ان خلاص ما بقاش في فرصه ان انت تفرط في نقط جايه، بغض النظر بقى على اسم المدرب. الناس كتير عماله تتكلم مصري لا اجنبي، ماليش دعوه بكل ده. احنا السنه اللي فاتت غيرنا 4 مدربين وكنا متصدرين للدوري من اول اسبوع لاخر اسبوع. تعليقك ايه على كلام المستشار مرتضى منصور امبارح، وقال ان ابراهيم صلاح يعني هيرجع لنادي الزمالك بعد انتهاء اعارته؟ الموضوع طبعا بشكره على الثقه الكبيره دي، والموضوع مش محتاج يعني، ده بيتي طبعا وده كلام محترم. انا كده حرص 6 شهور وان شاء الله راجع نادي الزمالك تاني. يعني الموضوع مش محتاج مزايده ان انا اكون موجود في الزمالك ولا لا، انا موجود يعني نادي الزمالك بيطلبني، ده بيتي، ويعني الموضوع مش محتاج اي كلام يعني. وبشكره طبعا على الكلام ده وثقته كبيره فيا، وبقول للكابتن احمد حسام ربنا يوفقك. اكيد كان نفسه يسعد الجمهور لكن الظروف ما ساعدتوش، وان شاء الله ربنا يكرمه في اي مكان يكون موجود فيه، ونتمنى التوفيق لاي جهاز جديد يكون موجود في نادي الزمالك. تحب تقول حاجه لجمهور الزمالك؟ اقول لهم والله انا يعني برغم الزعل اللي الواحد فيه الفتره دي، لكن اللي بشوفه من الناس والمسجات اللي بتجيلي وعلى النت وكلام الناس بيقابلوني في الشارع حتى في اسكندريه هنا، انا اسعد واحد في الدنيا والله ان حب الناس بالطريقه دي، ودي حاجه كبيره ليا وفي صالحي. فبحمد ربنا على النعمه دي، وبتمنى ان شاء الله احافظ عليها واقدر اكون عند حسن ظن الناس دي، وان شاء الله ارجع على